السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا وصفة جميلة النهاردة من الحلويات. بقالنا فترة كبيرة ما عملناش مع بعض حلويات، فانا قلت ايه نعمل مع بعض الصنف الجميل ده. عندك كوباية دقيق وعندك بيضة، هاتيهم وتعالي هقولك هتعملي ايه. احلى حاجة واحلى صنف حلو ممكن تعمليه في حياتك، وبحاجات بسيطة جدا جدا ومكونات بسيطة ووقت بسيط. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه في كوباية الدقيق والبيضة. جبنا مع بعض بقى كده كوبايه دقيق، كيس فانيليا، بيضه، معلقه كبيره نشا، معلقه سمنه وشويه زيت كده. معانا ميه للعجن، شويه ميه دافيه، ومعانا السكر. يلا بقى نشوف هنكمل الفيديو ازاي. بسم الله. اول حاجه كده بقى بنجيب ايه، بننزل كده بالدقيق، طبعا بننزل بالزيت وبالسمنه اللي معانا. صلوا على النبي يا جماعه، صلوا على النبي كده، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ده هي لايك بقى وكومنت جميل بقى زيكم. بصوا احنا ايه المفروض بقى كده، بناخد الدقيق بنفركه في السمنه، بندعكه كده في السمنه والايه والزيت بالطريقه دي. ممكن بقى ايه تعمليها ايه بايديكي كده، ودي طبعا ايه اسهل طريقه لغايه ما يبقى ايه الدقيق كده مرمل، انا عامل زي الرمله كده. دي طريقه اسهل حاجه عشان الوصفه بتاعتنا تطلع ايه، تطلع ناعمه بقى وجميله. شايفين ما شاء الله ما شاء الله. ايه كميه السمنه والزيت برضو ايه طلعت مظبوطه مع الدقيق اهي ما شاء الله. والله بص جميله جدا اهي. هننزل بقى بايه، ننزل بمعلقه النشا، وننزل بالسكر اهو ماشي. نكسر بقى كده ايه البيضه بتاعتنا اهي. طبعا البيض يبقى لازم فانيليا، نحط بقى كده الفانيليا. هنضرب كله كده بقى في بعضه قبل ما نحط الميه اهي. وننزل بقى كده ايه في الميه بالتدريج لغايه ما نشوف العجينه بتاعتنا ظبطت ولا لا. نفضل بقى نعمل كده او نعجن فيها لغايه ما تتلم او توصل للقوام اللي انا عايزاه اهي. شايفين العجينه ما شاء الله اهي. خلاص هي كده ايه شربت كل السوائل اللي انا حطيتها لها اهي ما شاء الله جميله. لمينا الدقيق كله خلاص، الدقيق اختفى خالص. فهي اهي كده دي كميه العجين اللي هي عملته لنا، وانا مش عايزه اكتر من كده، انا كنت عايزه اقل من كده كمان. فكل واحد وايه وعلى حسب ما هو عايز. كده بقى احنا هنغطيها بكيس. لو ما عندكيش ستريتش راق وسيبها حوالي 10 دقايق كده ترتاح وترجعي. خلاص هي بعد ما ارتاحت كده العجينه 10 دقايق واحنا ما ارتحناش، هي العجينه هي اللي ارتاحت بس. جبنا بقى كده العجينه وطلعناها بقى من الكيس، وهنشوف بقى هنعمل ايه وهتتشكل ازاي. هنجيب كده شويه نشا، هنحطهم بقى كده على الرخامه او مكان انت بقى ما هتشكليها، وهتقطعي منها جزء كده. هي طبعا الكميه دي اللي انا اللي انا عملتها، وهي بالنسبه لي يعني كميه كويسه ومظبوطه. فبعملها كده بنبططها بالطريقه دي. لو عندك بقى نشابه ممكن تعمليها بنشابه، لو انت تعرفي تتحكمي تعمليه بايدك يبقى تمام، يبقى كويس خالص. هتشكليها بقى زي ما انت زي ما انت عايزه. بقت بالسن كده كده. انا مش عايزاها تخينه ومش عايزاها سميكه، مش عايزاها خفيفه برضه. عايزه اي شكل بقى تشكليه انت حره، دي حريه شخصيه. هنعيد تشكيله تاني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لايك بقى وكومنت جميل زيكم كده يا جماعه. اول مره يشوفوا القناه بتاعتنا يا ريت ينزل ينورنا ويفعل زر الكل بعد الاشتراك عشان يوصلوا كل جديد من قناتنا. خلاص بقى كده هنجيب بقى كده ايه صينيه بقى ونحط كده
وكده بالشكل ده لغايه ما نخلص الكميه اللي معانا كلها. طبعا كده احنا بعد ما خلاص شكلناها، لسه معانا طبعا كميه تانية من العجين، بس ايه انا هعمل طبق واحد بس النهارده. ودي بقى هتلفيها في كيس، هتحطها في كيس وتحطها في الفريزر، وبتطلعيها في اي وقت انت عايزه تجهزي فيه طبق الحلويات بتاعك. مسعفه جدا يا جماعه، وكانك لسه عجناها دلوقتي. فهنشوف بقى، احنا هناخد خلاص بقى، هناخد الوصفه بتاعتنا دلوقتي عشان نحمرها في الزيت. حطينا بقى كده الزيت على النار، هنحط واحده كده ايه كاختبار لسه. خلاص بقى كده ايه الزيت جاهز بقى اللي احنا نحط ايه الوصفه بتاعتنا اهي. الوصفه دي عايزه تسميها بغاشه، عايزه تسميها فطير، عايزه تسميها اي تسميه. بصوا ما شاء الله ما شاء الله، يعني ريحتها طالعه والله بجد يعني تفتح النفس. صلوا على النبي يا جماعه، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا احنا اتفقنا ان احنا نعملها اي شكل احنا عايزينه، يعني مثلا ايه مربع، دائري، مستطيل، زي ما انت عايزه. خلاص هي بدات بقى كده ايه لونها تتغير، تاخد اللون اللي احنا عايزينه اهي. بنقلبها بقى كده على الوش التاني، تطلع بقى يا جماعه من الزيت على طول على الشربات البارد. هي سخنه نحطها على طول على الشربات البارد. جميله ما شاء الله. الفقاعات اللي فيها دي يا جماعه عشان الزيت اهي. صلوا على النبي يا جماعه، حطوا لايك بقى وكومنت. يلا بقى وايه، يا ريت بقى تنورونا كده يا جماعه بالاشتراك مطبخ القلب الطيب، تنورونا ونتشرف بيه. تعالوا بقى كده شوفوا الجمال ما شاء الله ما شاء الله. شايفين حاجه بقى تستحق التجربه يا جماعه، والله العظيم حاجه جميله جدا جدا اهي. وباقل تكلفه، احنا قلنا كوبايه دقيق وقلنا بيضه وبس، يعني الزيت القلي والحاجات دي يعني في جميع الحلويات بنلاقيها. بس والله ما شاء الله حاجه موفره جدا جدا جدا. انا طلعتها هي سخنه، كان السيرب بتاعها بارد والله، وجميله جدا جدا. يعني اللي انت تعمليها ما بتاخدش وقت، وحاجه من البيت، ومش طبعا مش بنشتري بقى بالحاجات اللي هي ب 200 جنيه ومش عارفه ايه، والحلويات واسعار الحلويات الفظيعه اللي بنشوفها في السوق. فدي كانت وصفتنا. المكونات كانت كوبايه دقيق، بيضه، معلقه نشا، فانيليا، معلقه سكر، وسمنه، معلقه سمنه، وشويه زيت قليلين، والزيت طبعا اختياري. فهنعجن كل ده مع بعض. وشوفوا الفيديو يا جماعه هيعجبكم، واللايك بقى وكومنت جميل زيكم. ولو اول مره تشوف قناه مطبخ القلب الطيب، يا ريت يا جماعه بقى كده تشاركوا معانا وتنورونا وتفعلوا زر الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناه مطبخ القلب الطيب. فيلا بقى، وفي نهايه الفيديو مع السلامه. بس قبل ما نقول مع السلامه لازم تشوفوا بقى الجمال. بصوا يا جماعه والله العظيم، بصوا دايبه دايبه، شايفين؟ تحطها في بقك مش هتلاقيها دايبه، حاجه جميله جدا اهي. شايفين حاجه كده عامله زي الغريبه من جمالها. في نهايه الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.